السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بقى هنعمل حلو وهنعمل ابن عم اللحمة. هندلع البطاطا ونخليها بنت ناس ونعمل شوية عدس. العدس ابن عم اللحمة. ابن عم اللحمة يا شيري، ايوه ابن عم اللحمة. دوقي كده وانت بتاكلي العدس. ويا سلام بقى لما تعمليه بقى بشوية شوربة عندك في الفريزر بتوع لحمة وتدلعيه برضو. دلعي العدس يا جماعة ما بيتنقعش. هنغسل العدس بقى غسلة محترمة ونجيب له بقى الجزر والبصل والطماطم وفصين توم محترمين كده ونقطع الحاجات دي. شايفين العدس ما بيتنقعش، بيتغسل غسلة جامدة عشان النشا اللي فيه دي لازم تنزل منه. وبعدين بقى نقوم مصفيينه وسايبينه كده حتة زبدة محترمة بقى كده، ونعمله ابن عم اللحمة ابن ناس ومحترم، ونخليه كده ونشرب منه بقى يا سيدي. انا بقى ده انا هضحكوا ضحك في الفيديو ده. خدت الحاجة وشوحتها بقى الخضار بتاعي الجميل كده، وندي الطماطم لحد ما نحس ان الطماطم بتاعتنا خدت لسعة كده زي المشوية، والخضار بتاعنا كده يبقى متشوح وجميل. شوحي يا بنت انت وهي، يلا يبقى كده انت وهي اشتغلي كده ودفي نفسك وخلي البيت ملان خير. ملان خير بالعدس، ايوه ملان خير بكل نعم ربنا. خلي العدس عندك وخلي الفول عندك وحطي في الفريزر وخزني الطماطم. الطماطم رخصت، زودنا بقى شوية مية بقى للعدس وشوية شوربة، ما بقاش كداب. أنا باحب العدس بالشوربة، ودايمًا شوربة اللحمة موجودة عندي. شايفين العدس يا سيدي، شايفين الشوربة بتاعته والبهاريز يا سيدي. حتة الزبدة طبعًا عملت له بهاريز. باوريكم بقى إن الجزرة بتاعتي استوت أهو. شايفين شوية شوربة عدس، هاضحكوا ضحك بقى دلوقتي. أنا كنت ناوية أعمل في شوية الشوربة بتاعة العدس دول أعمل لكم فيها جميع الأصناف. شيري جت بعد خلصنا العروض ومت من الجوع، جبت العدس على الرز وكلت. وكنت ناوية أعمل لكم فتة عدس وشوربة بشعرية ونظبط المسائل ونجيب بصل ولا حياة لمن تنادي. يلا اعمل لكم حاجة حلوة طالما ما كملتش الفيديو. يلا بينا. بطاطين اتنين بقى كده وتدلعي البطاطا. دلعي البطاطا كده بقى، قطعيها كده واعملي لها شوية لبن وشوية بشاميل كده حلو زيكم يا حلوين. يلا بينا بقى كوباية مية واحدة بس على البطاطا بعد ما قطعناها، ومعلقتين اتنين بس سكر، ونحط البطاطا على البوتاجاز تاخد وتدي بشكل ودي مع بعض. شايفين كوباية المية اتشربتها البطاطا وبقت زي الفل، اللهم بارك. ما شاء الله. هنعملها بقى زي البيوريه. كنا هنحط شوية لبن لقيناه بالمضرب بقى بتاعنا كده بتاع الكيك كده. وما شاء الله تبارك الرحمن هنبدأ نهرسها بقى ونعملها البيوريه بتاعتنا. شايفين البخار بتاعته بقى؟ طلعي نفسك ودفي بيتك بأقل التكاليف، ما تحمليش الهم. سيبي رزق النهارده برزق النهارده، وزي رزق بكره برزق بكره. وربنا هيكرمنا ان شاء الله، يوسع رزقنا وما نحتاجش لحد. طول ما بيوتنا معمرانه بالخير دبري ووفري واملي بيتك بالخير. شويه بطاطا شايفين بقى كده، ملوكة بقى ملوكة بتاعت الحلو وانا بتاعت الحادق. ايه رأيكم يا ولاد؟ ربنا يخليها لي ويحفظها لي من كل شر. يلا نعمل بقى البشاميل الجميل بتاعنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. معلقتين اتنين دقيق بقى، شوية زبدة. بصوا بقى، كانت الزبدة بقى يوم البطاطا الزبدة كانت خلصت من عندي. وبعدين هوقف حالي لا، غليت اللبن وشلت القشطة بتاعته وقمت احطها ومعلقة كريم شانتيه ونظبط المسائل. ما شاء الله تبارك الرحمن. حطيت 3 معالق دقيق وشوية زيت ذرة وحتة قشطة كده هحطها بقى لما احط اللبن. ونعمل بقى أجمل صينية مكرونة. هنا بقى عملنا البشاميل بتاع البطاطا ودلعنا البطاطا. أمال نسيبها بطاطا عادي كده؟ نعملها بطاطا بالبشاميل. كيس بقى فانيليا كده. هنا البشاميل كان تقل، بدأت أخففه بشوية لبن شوية لحد ما ما يبقى الصوص بتاعه خفيف جدا. هنحط شوية بشاميل بقى في قلب الأرضية بتاع البايركس. ونقوم حاطين البطاطا. يا ولاد صلوا على النبي، استغفروا الله. ودايما هيبقى بيتنا عمران بالخير والهنا والسعد. طول ما الواحد راضي بالنعمة اللي ربنا مديهاله، اليوم هيعدي زي الفل ورزق بكرة هيجي إن شاء الله. يلا بقى، شايفين البطاطا جميلة ازاي لما بقت بيوريه؟ هنحط طبقة البشاميل بقى ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، أو ممكن 200 برضو. احنا الحاجة كلها مستوية، يعني يا دوبك هنحمر الوش بتاعها ونديها لسعة من تحت كده. يا سلام يا ولاد، يا سلام على الجمال بتاع البطاطا. دلعتها بقى وحطيت شوية جوزة الهند كان عندي كده، حطيتهم في النص عشان ما يتحرقوش فوق. وبدأنا نحط البشاميل عليها بقى يا سيدي. بشاميل المسكر ده هو احنا بندخل من شيء شوية. دلعنا البطاطا وكان عدس وحاجة مية مية. الستات لازم
لازم تدلّع نفسها بالأكل كده بالذات في الشتا الجميل اللي إحنا فيه ده. شايفين الصينية بتاعة البطاطا؟ بألف هنا وشفا أهي، ما فيش دقيقتين 2 ما شاء الله تبارك الرحمن، الصينية خلصت. بألف هنا وشفا على الحبايب، ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه رأيكم؟ لايك واشتراك في القناة، باحبكم في الله.